السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواتي، مرحبا بكم في القناة مع وصفة جديدة من وصفات أم هالة. أخواتي اخترت لكم اليوم وصفة تاع تارت البرتقال، يعني طريقة رائعة جدا وسهلة ويسيرة. تبعوا معايا فقط المقادير تاعها. أولا عندي هنايا 250 غرام تاع فرينة، عندي حوالي 80 غرام سكر ناعم، و125 غرام تاع زبده طريه، طبعا حبه بيض ومبشور البرتقال. نبدا على بركه الله. اول حاجه ندير الحبه نتاع البيض، ولازم تكون درجه حراره الغرفه حتى تجي التارت تاعنا طريه وبنينه. نزيد الزبده، نسي نخلطهم مع بعض. ندير سكر ناعم طبعا، ونبقى نمزج كامل المكونات هذو مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي. يعني بما انه رانا في فصل الشتاء والبروده، خلو كلش برا، تخلوا البيض في المطبخ تكونوا حتخدموا به، ما تدخلوهش للثلاجه، وحتى الزبده طبعا. نواصل انايا الخفق حتى تقدروا تستعينوا بالخلاط الكهربائي. الان ندير المبشور تاع البرتقال ونكمل نخلط. نبدا الان ندير في الفرينه ونكمل لين بيديه. اذا بعد ما لينتها كما راكم تشاهدون تحصلوا على عجينه طريه، ما تخليكمش هكا تعود طريه بزاف ولا تكونوا نزلوا لها الفرينه يتبسلكم. خليوها هكا طريه كتريح ريحه، تشد القوام نتاعها. انا نجيب كيس بلاستيكي طبعا نديرها فيه، نخليها ترتاح ونوجدوا الكريمه مع بعض. اذا اخواتي بعد ما خليت العجينه هذيك ترتاح، نجو الان نحضروا الكريمه نتاع البرتقال. كما راكم تشاهدوا هنا عندي كاس نتاع عصير برتقال طازج، كنت عصرته في الخلاط الكهربائي وخليته باللب نتاعو، ما عصرتوش، ما عفوا ما صفيتوش. كما راكم تشاهدوا فيه نجيب ملعقه، شوفوا كيفاش راه، راهو باللب نتاعو. انا هكا راح نخدموا به، تبعوا فقط الطريقه. كما قلت عندي كاس تاع عصير، نضيف له كاس تاع سكر، ما لحقش كاس كما راكم تشاهدوا. هنا على حسب الحلاوه تحبوا، كانت التشينه تاعكم حلوه نقصوا الكميه تاع السكر، طبعا كانت جاتكم قارصه ولا ضعفوا السكر. انا راح ندير هذه الكميه ميم با كاس، قعد شويه فقط على اني نعمر الكاس. هنا عندي 2 حبات تاع بيض، وشويه نتاع لافاني، شويه فقط طبعا، وملعقه كبيره نتاع نشا مايزينا. ملعقه كبيره، انا درت ملعقه شويه، انا نزيد لها. ما كانش عندكم منشا تقدروا تستبدلوه بالفرينه. نحطهم فوق النار على نار هادئه ونقعد نخلط. نحل لاخوات تاعي الان، طبعا نحط هذيك
طبعا في هذه الاثناء نشعلوا الفرن تاعنا لدرجه حراره 180 نخليوه يسخن ونكملوا الخدمه تاعنا يعني حتى نلقاو الفرن مسخن. نشدها الان بالحلال ونجيب المول. طبعا بعد ما كنت دهنته بالزبده حبوا تزيدوا له الفرينه ولا تخليوه غير هكذا برك، انا هذا ما يلصقش يعني ما راح نطيب فيه هكذا. نسيي ندخل الحامض. اذا بعد ما ثقبتها ندخلها للنار، نقص النار يعني نخليه نار هادئه، نطيبها ونعاود نولي لكم بعد حين. اذا اخواتي هاي التارت تاعي بعد ما طابت كما راكم تشاهدوا فيها. طبعا نحيها من المول. نشوف كيفاش تجينا من تحت طيبه ما شاء الله. طبعا نحطها لهنا ونجيب الكريمه. اخواتي هاي الكريمه يعني واجده معايا، فقط نسيت باش نقول لكم زيدوا لها حوالي ملعقه كبيره تاع زبده ما يعادل 50 غرام. انا نسيت باش نديرها في الاول، درتها الان يعني ما يهمش. على كل حال ما نتوما ديروها في الاول يعني كلش في ضربه. 50 غرام تاع الزبده، طبعا نضيفوها مع المكونات يعني مع العصير والسكر والبيض. 50 غرام زبده طريه. انا نسيتها ما درتهاش في الاول لكن درتها درك يعني ما يهمش. على كل حال طبعا ندير الكريمه نتاعي في الرخاء هكذا ونمشيها في كامل الحواف. اخواتي ندخلها الثلاجه تبرد ونتلاقى في طبق التقديم. اذا اخواتي كما راكم تشاهدوا هاي التارت نتاعي بعد ما طبعا بردت. كما راكم تشاهدوا ما صبرتش عليها، كليت منها ما نحكي لكمش على المذاق تاعها رائع جدا. خصوصا هذيك الطريقه اللي شفتوني اعتمدتها نتاع خليت اللب نتاع البرتقال يعني طازج هكذا درتو، صراحه تعطيه واحد الذوق يعني ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تنال رضاكم وتنال اعجابكم. كما راكم تشاهدوا فيها شوفوا من داخل كيفاش تجينا دايره يعني ميم التارت تاعنا راهي طايبه ما شاء الله يعني في واحد القرمشه لذيذه تجيكم روعه صدقوني. طبعا انا كنت زينتها هنا بالبراج نتاع البرتقال ونوات كوكو في الاطراف كما كنتم تشوفوا جوز الهند. اما هذوك فهما حبيبات نتاع الحلقومه، هذول اللي راهم في الوسط حبيبات نتاع الحلقومه. تزيين هنا اختياري كل وحده واش تحب دير. ان شاء الله تعجبكم اخواتي الوصفه نتاع نهار اليوم. نخليكم في الاخير نقول لكم عاونوني باعجاب وتعليق واشتراك في القناه يعني دعموني، تشجيعاتكم تزيد فيا النص وتعطيني دايما يعني الاراده اني نزيد نقدم الافضل ان شاء الله يعني كي نستمر. طبعا لابد من تشجيعاتكم. ان شاء الله الوصفه اخرى من وصفات ام هاله. اخواتي اترككن في رعايه الرحمن والسلام الله عليكم.